السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايب قلبي؟ وحشتوني. يا رب دايما تكونوا بخير ودايما تكونوا في احسن حال. انا طبعا بقالي فترة ما كنتش موجودة معاكم، بس ان شاء الله هكون متواجدة معاكم بعد كده. النهارده هنعمل مع بعض ليمون مخلل، هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة. انا حطيت الليمون على النار، هسيبه لحد ما يغلي، يعني يغلي مرة واحدة بس، وبعد كده هطفي عليه. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. هنا الليمون كان ابتدى يغلي، هطفي عليه واحطه في المصفى واسيبه لحد ما يبرد خالص. والميه بتاعته برضو هخليها تبرد عشان هحتاجها واحنا بنخلله. هنا بقى كانت الحاجه بتاعتي جاهزه، الميه والملح بتاعنا والسكر. دول معلقتين سكر ومعلقتين خل. السكر عشان خاطر ما يبقاش في حموضه، يبقى في حرقان كده لما واحنا بناكله يعني. وهنا بقى جهزت البرطمان وهحط الليمون فيه لحد ما يتملي خالص. بعد كده احط المقادير بتاعتنا. احطه بالشكل ده. احطه لحد الاخر، وان شاء الله نفتحه بعد 10 ايام وهوريه لكم. نفتحه مع بعض، هنفس الشريط مع بعض. هنا بقى حطيت الكميه كلها، وحطيت بقى معلقتين السكر، وهحط الخل، وهحط بقى كوبايتين الملح بتوعنا. الملح دوت اللي هو الكيس الصغير، يعني انا حطيت الكيس الصغير، والكميه بتاعت الليمون دي 3 كيلو. واحط الميه بتاعتنا بقى، يعني هغطي الليمون بالميه زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى كان فاضل كام واحده على جنب كده، فانا حطيتهم بقى، وهكمل بالميه برضو عشان اغطيهم. وهحرك بقى البرطمان زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، عشان خاطر الملح يدوب فيه كله. وانا بقى حطيت معلقه شطه كبيره، وقبل ما اقفل البرطمان انا حطيت معلقتين زيت بس ما كانوش ظاهرين، وقعدت احركه بقى لحد ما الملح داب خالص. هنا بوريكم بقى ان مفيش ملح موجود يعني تحت، كله دي. جربوها هيعجبكم قوي. مع السلامه.